خلاص بنسبة كبيرة محمد علي بن رمضان هيبقى في النادي الأهلي. المدير الرياضي لفرانك فارش المجري أعلن عن انتقال محمد علي بن رمضان. باقي بس الكشف الطبي، وإن هو واقع العقود اوريدي. بس لسه بعد الكشف الطبي هنشوف بقى هيتكلم هي تمام وهيعدي ويبقى معانا ولا لأ. بس في ناس كتيرة بتسأل هو محمد علي بن رمضان يبقى مفيد للأهلي ولا لأ. طبعا 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 محمد علي بن رمضان هيبقى مفيد للأهلي. باللي انا شفته في اغلب ماتشات تونس اللي كانت بتلعبها، يعني مثلا منهم ماتش في تونس وفرنسا، ماتشات تونس في كاس العالم 22، ماتشات الترجي اللي كانت قدام الزمالك واللي كانت قدامنا وكل الكلام ده. فمحمد علي بن رمضان كواليتي جبار. لا احنا في مصر ما فيش حد عندك يعوض لك عمرو السولية. فانت مين الوحيد اللي يقدر يعوض لك عمرو السولية في نفس خصائص عمرو السولية الهجومية والدفاعية وعنده كمان بيقدر يلعب في كذا مركز، يقدر تلاقيه يلعب 6، تلاقيه يلعب 8 ويلعب 10. فهو محمد علي بن رمضان. احنا اتلسعنا في عمر الساعي السنة اللي فاتت وجبناه والكلام ده كله، ادينا شفنا عمر الساعي عامل ازاي، عامل ايه السنة دي معانا. يعني مستواه عامل ازاي وجسمه والشكل ده. لكن محمد علي بن رمضان كواليتي مش موجود في مصر غير يعني اقرب واحد ليه مثلا، اقرب مثال محمد علي بن رمضان فهو وليد الكارتي. وان كان محمد علي بن رمضان هجوميا احسن واعلى شويه من الكارتي. فانت محتاج اللعيب ده، صفقه مهمه جدا للاهلي. انا كان نفسي الصفقه دي تحصل من السنه اللي فاتت. لعيب هتلاقيه موجود معاك في كل حته ليها علاقه بنص الملعب. واتمنى اتمنى اتمنى اشوف الثلاثيه بتاعته مع ديانج وامام عاشور. اتمنى اشوف الثلاثه دول بيلعبوا ماتش مع بعض، هتبقى ثلاثيه جامده جدا. فصفقة مميزة جدا 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 للأهلي، وصفقة الأهلي محتاجها في فترة. الأهلي يعني محتاجين صفقة زي دي عشان خاطر بعد الخروج من أفريقيا تتعلن يعني دلوقتي، عشان عارف إن لو صفقة زيزو خلصت فهي مش هتتعلن دلوقتي، تتعلن بعد ما خلاص يتفسخ عقده رسمي مع الزمالك. ف صفقة أنا متحمس أشوفها للأهلي. لعيب هيفيدنا كتير جدا، سواء في الضغط، سواء في الطلوع بالكرة، سواء والكرة تحت رجله. مميز، والكرة تحت رجله بيعرف يعمل بيها خطورة، بيشكل بيها خطورة على الناس اللي قدامه. فصفقة مميزة جدا للنادي الأهلي، وصفقة هتضيف كتير لتشكيلة النادي الأهلي، وهتضيف إن أنت عندك فعلا نص الملعب بعيدا دلوقتي عن إمام ومروان عطية في أوقات. فأنت محتاج لاعب زي ده. أحمد رضا لسه مش قد المستوى طبعا. أكرم توفيق خلاص هو مشي. حمدي فتحي لما يرجع مش هيرجع كام الماتش بتوع كأس العالم للأندية. فان انت تجيب لاعب زي محمد علي بن رمضان وهيكمل معاك في صفقه طبعا طبعا ممتازه للاهلي. فاتمنى الكشف الطبي يعدي على خير، وان هو خلاص اللي يعلنوا عنه، عشان فعلا فعلا دي صفقه مميزه للاهلي.